كلنا بنعرف التبولة التقليدية. اليوم عنا تبولة مميزة جدا مختلفة ونكهتها كتير طيبة. رح نحضر مع بعض تبولة السبانخ. سبب تسميتها هي شكل الفرمة فقط. رح أبدأ أول إشي بنص كوب من البرغل الناعم الخاص بالتبولة. غسلته بس تحت المي، ما بنقع البرغل بالمي أبدا، بس غسل. هلأ عندي هون نص كوب من عصير الليمون الطازج، بس رح أضيفه فوق البرغل بكل بساطة. بس رح أقلب شوي حتى يتغلغل عصير الليمون مع البرغل، وبهيك إحنا نقعنا البرغل بعصير الليمون فأخذ النكهة الطيبة بدون سوائل زيادة بالوصفة. هلأ رح أترك البرغل على جنب ونبدأ بتحضير الخضار. أكيد أول نوع من الخضار رح نفرمه ونستخدمه مع بعض هو السبانخ. السبانخ بوقت البرد والشتاء بيبدأ موسمه، بصير عندنا الورقة حجمها كبير ونكهتها طيبة مليانة بالفوائد والفيتامينات، لازم نستغلها. رح أبدأ هون تقريبا بنص كيلوغرام من السبانخ ورح أفرمهم فرم ناعم. طبعا غسلته كتير منيح، رتبت كل مجموعة مع بعضها حتى أسهل الفرم. رح نحاول نفرم السبانخ فرم ناعم مثل ما حكينا حتى تكون شبيهة بالتبولة نوعا ما. دايما لما بنفرم الورقيات بنختار سكينة مش مسننة، يعني ما إلها هون أسنان، وتكون حادة ومستقيمة وسانينها كتير منيح قبل ما نبدأ الفرم. شايفين حجم الفرمة اللي بالآخر وصلت لها؟ هذا هو الشكل اللي أنا بدي إياه. رح أخذهم على وعاء واسع جانبي. المكون الثاني رح أستخدمه هو البندورة. عندي 4 حبات من البندورة. ببدأ كمان أفرمها لشرائح رفيعة. بعد هيك رح آخذ الشرائح بهالشكل وأقطعها لخطوط رفيعة، بعدين بلفها على الجهة الثانية وببدأ أفرمها لمكعبات صغيرة، وهيك بنكون حصلنا على الفرم الناعمة للبندورة. وآخر إشي من الخضروات عندي كوب من وراء النعنع الأخضر مغسولة ومجففة، كمان رح أبدأ أفرمها. نعنع بناخده بدون عروق، وببدأ ألف الوراق على بعض بهالشكل وأفرمها فرم ناعم. في حال حبيتوا تضيفوا البصل الأخضر أو حتى البصل الأبيض كمان بصير لهالسلطة، بتقدروا تضيفوا كمان أي نوع من الخضار اللي بتحبوه أو المتوفر عندكم. رح أخذ كمان وراق النعنع على صحن جانبي ومنتابع التحضير. هلأ صار عندي هون 4 أكواب من السبانخ المفروم. رح أضيف له البندورة اللي فرمناها، كمان النعنع الأخضر، كوبين رمان أحمر ويكون حامض يفضل حتى يكون طعمته أطيب. وهون رح نرجع للبرغل اللي نقعناه بعصير الليمون. شوفوا كيف صار عندي البرغل مستوي تماما وجاهز لنضيفه للتبولة. بنتبل بس بمعلقة صغيرة ملح ومنقلب كل المكونات لحد ما تتجانس تماما. وهاي هي كل مكونات التبولة اللي حضرناها. زي ما شايفين بسيطة جدا، غنية جدا بالمعادن والفيتامينات ومهمة لصحتنا. وراء السبانخ لما ناكلها نية بإضافة عصير الليمون رح نستفيد منها بأكبر كمية ممكنة. وكمان رح نضيف ربع كوب من زيت الزيتون. برجع بقلب كمان مرة لحد ما تتجانس. بس تجانست عندي المكونات بهالشكل بنقدمها مع بعض. قدمت التبولة بصحن واسع. ورح استخدم هون جوز عين الجمل، أنا استخدمت البيكان كمان، ممكن نستخدم عين الجمل العادي بس للتزيين وإضافته اختيارية أكيد. وللتزيين عندي شريحة واحدة من الليمون قطعتها بشكل لطيف هيك ورح أحطها بالوسط. وهيك وصفتنا صارت جاهزة للتقديم. شوفوا ما شاء الله قديه حلو شكل التبولة ولذيذة كتير وغنية وممتازة. هلأ صار لازم ندوقها. بتمنى تجربوها وتعطونا رأيكم بالتعليقات. الطعم ولا غلطة. إن شاء الله ألف صحة.